هلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم امي وامواتنا جميعا. صباح التفاؤل، صباح الطاقة الإيجابية، صباح اليوم الجميل. النهاردة يوم الجمعة، أحلى يوم في الأسبوع احنا بنستناه. وأحلى أكلة برضو احنا بنستناها. النهاردة بقى هعمل لكم الفتة على طريقة أمهاتنا بقى، على طريقة بقى نناه وستو والناس الجميلة دي، من غير أي بقى افتكاسات ولا طرق جديدة ولا الكلام الفارغ ده، طعم بلدي يعني. جبت حلة على النار وحطيت عليها شوية سمنة. أنا اللحمة بتاعتي كانت دسمة شوية، بس أنا عملت افتيت قلت يلا هي دسمة، وأحط برضو معلقة ايه، سمنة كده. اتشوحت لحد مبقاش فيه مية أصلا، زي ما انتوا شايفين في الحلة خالص شربت ميتها. وحطيت بقى شوية جزر وطماطم وفلفل وبصل، ونزلت عليهم بقى بالمية المغلية. أنا دايما بحط جزر عشان الأطفال عندي، لو حد عنده بيبيهات الجزر ده بيبقى حلو أوي، بياخد طعم اللحمة، وبيبقى سهل كده في المضغ يعني بالنسبة للبيبيهات. رشة سكر، وسبتها تغلي، وبعدين لقيتي فيها ريم، طلعي الريم تشيليه، لان في ناس ما بتشيلش الريم وبتسيبها تغلي كده، انا بصراحة ما بحبش كده. والله ما لقيتيش يبقى خير وبركة. بس اللحمة يعني معظمها بيطلع ريم كده. تحطي كمان شوية بقى ورق لورا، آه فصين 3 حبهان. لو في كبابة صيني بقى يا سلام، بس انا ما كانش عندي. بتودي اللحمة في حتة تانية خالص. وفي ناس بتحط عود قرفة، بس أنا مش باحب، مش ما يعني ما جرّبتش بصراحة. هنا باقول لكم الرز اللي أنا استخدمته، ده رز الحمد اللي أنا كنت مورّياه لكم قبل كده في review. والله يا جماعة تحفة. الحبّاية حلوة ورخيص، يعني أنا كنت جايباه من بيت الجملة، ده مش إعلان والله العظيم، ده مش إعلان. بس حاجة حلوة، باطلع أقول حاجة حلوة، حاجة مش لطيف مش حلوة يا جماعة لأ ما تجيبوهاش، أنا جرّبتها وطلعت fake. بُص الحبّاية مش متكسّرة كلّها لأ، الحبّاية يعني سليمة كده، يا دوبك 20% كسر ممكن. في ناس يا جماعة يعني على قدّهم، فعادي يعني، ما أنا باجيب أهو، إيه المشكلة يعني؟ وأنا لازم أجيب الغالي أوي والّا الرخيص أوي؟ لأ، كل واحد على حسب إمكانياته. الكيس كان ب22 جنيه كيلو، فأدّى الغرض وكَلنا واللهم بارك والطعم تحفة. عملت الصلصة بقى على طول، تومة كده كنت مفرّزاها وحطيتها في شوية زيت، و وبعدين حتى كانت هتتحروق منّي، بس الحمد لله بقى لحقنا. أصل أنا مش باحب الحاجة يعني إيه، متحروقة أوي بصراحة. هنا اللحمة خلاص دخلت على السوا خالص، ما لكوش دعوة بقى إيه اللي جوّه الحلة ده، يعني إيه اللي جوّه اللحمة ده سر، إحنا بنحبه بصراحة. طشيتها على طول بشوية الخل، وحطيت الصلصة بتاعتي. حطيت شوية يعني بُص، ربع يعني ربع كده قطعة من مرقة الدجاج، وشوية فلفل أسود، شوية كزبرة، رشة كمون لو حابة. عندِك بهارات برضه حُطّي، يعني ما تزوّديش، حاجات بسيطة جدًا، ما تغيّريش طعم الشوربة، ما تغيّريش طعم الصلصة، يعني أنا ما باحطش كمون أصلًا. جيت بقى عملت الرز. أنا باعمل رز بقى بطريقة مختلفة، في ناس بتحط يعني كل شيخ وليه طريقة. في ناس بتحط الرز كلّه على السمنة كده مرّة واحدة بيبقى أبيض، أنا لأ، لازم أحمّر شوية رز كده، وبعدين ياخدوا يتشوّحوا معايا كويس. عارفين الرز حبّة وحبّة؟ قبل ما يبقى حبّة وحبّة بقى، يعني يبقى داخل لسه على إيه، اللون الأصفر ده، حاجة خفيفة كده. واقوم حاطّة أرجع أحط بقية الرز، وأبدأ. عارفين الرز أنتم عايزينه مفلفل، شوّحوه شوية كتير مع السمنة، إيدِك كده بالمعلقة تبقى دايمًا في الحلة، وهيطلع مفلفل وتحفة. وممكن تحطّي له شوية زيت كمان مع السمنة، يبقى سمنة وزيت عشان يطلع بيلمع كده ومفرفر وشكله حلو. عملت بقى ما شاء الله، عملت شوية سلطة كده على السريع. وبعدين أنا عايزة أقول لكم كمان على حاجة، أنتم عارفين عشان الأكل يطلع ما يعني حلو كده ما بين إيديكم، اقرأوا لإلاف قريش إيلافهم. والله العظيم عن تجربة، لو ما عندكيش سمنة بلدي هتحسي إن الأكل معمول بسمنة بلدي، هتحسي الأكل فيه بركة، هتحسي الأكل بيكفي إن شاء الله ويفيض. جربوا بس وادعوا لي. الرز كان اتشرب بقى، وغطيت عليه وحطيت نقلت الحلة أو غطيت عليه خالص بقى في عين تانية، وحمرت بقى شوية اللحمة، برضه شوية بقى سمنة كده حلوين. النهارده كان الراعي الرسمي السمنة البلدي في الحلقة دي. باحب أفتري أوي فيها. حطيت اللحمة بقى اتحمرت كده واتشوحت من الجنبين، وبصراحة كانت زبدة، اللهم بارك، كانت زبدة يعني، كانت متسوية كده على نار هادية. لما اتغلت خدت غلوة، بتحطيها بقى على نار هادية كده، الدنيا بتبقى تستوي على مهلها، فما شاء الله بتدّي طعم تحفة. وباحط مع اللحمة شوية سكر صغيرين، وباحط برضه مع الصلصة شوية سكر.
هنا بقى في لقطة كده هي اختفت بصراحة، ما كانتش بتصور كامل، ما كانش بيتصور. الرز العيش، أنا باحمّصه في الميكروويف ولا بسمنة ولا حاجة، لا في الفرن ولا في الميكروويف. وبعدين باعمل له إيه بقى، باعمل له طشة. الطشة دي اللي هي سمنة، تومة، كزبرة، تمام، يا دوبك تطشيهم بشوية خل هتلاقي الريحة بقى ما شاء الله. هنا بُصّي الشوربة، بُصّي كان لونها تحفة إزاي، اللهم بارك، بُصّي اللون كان طعمها روعة ما شاء الله. وبعدين بقى نرجع للفتة، آخد بقى الطشة دي كلّها أقلّبها مع العيش اللي أنا مقطّعاه، تمام، أو اللي أنا كنت محمّصاه، وشوية كمان شوربة عليهم كده صغيّرين، عشان ما يبقاش يعني ملدّن كده أو بيبقى العيش بايش، لا، لأ. فشوية صغيّرين شوربة مع الطشة اللي إحنا عملناها مع بعض، اللي هي ما اتصوّرتش أصلًا. وعايزة بقى تخلّصي كمان تحطّي بعد لو اتفضّل شوية تحطّي بقى شوية الطشة دول برضه على الفتة من فوق، يا سلام تحفة. بس أنا بصراحة باستكفى بالطعم ده جوّه الرز نفسه وجوّه العيش يعني. وألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. يا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وكومنت حلو كده وسبسكرايب، وأستودعكم الله وأشوفكم في فيديو جديد.